البلاك فرايداي دي فرصة بتيجي مرة في السنة، وكمان في البلاك فرايداي الأسعار بتقل ومعظم المحلات بيعملوا خصومات، لكن مش كله بيعمل خصومات حقيقية. في محلات بتروح رافعة الأسعار، ولما يجي البلاك فرايداي بتروح منزلة الأسعار وممكن يكون أعلى من السعر الحقيقي أصلا. فلو انت عايز تعرف شوية نصايح ممكن تقلل من فرص ان حد يضحك عليك، تابع الفيديو. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ رجعت لكم فيديو جديد عن ازاي تتعامل بذكاء في البلاك فرايداي. في البدايه كده نقول ايه هو البلاك فرايداي لو حد مش يعرف. البلاك فرايداي ده عباره عن اخر جمعه في شهر نوفمبر، وكمان هنا في مصر بنسميه الوايت فرايداي. وهنا في مصر في محلات مش بتعمل يوم البلاك فرايداي ده بس في خصومات، بيعملوا يا كل يوم في شهر نوفمبر او كل جمعه في شهر نوفمبر. والخصومات دي بتبقى على اي حاجه زي هدوم، كورسات. بالمناسبه يوديمي عامل دلوقتي شويه خصومات على كورسات حلوه. زي كل حاجه فيها مشاكل، فالبلاك فرايداي برضو فيه مشاكل. ايه مشاكل بلاك فرايداي؟ المشكله الاولى الخصومات الوهميه. الخصومات الوهميه دي اللي بيعملها التجار، فبيرفعوا سعر المنتجات قبل البلاك فرايداي، لكن لما يجي وقت البلاك فرايداي بينزلوا الاسعار، وانت في الغالب اول ما بتشوف المنتج بتقول ان ده خصم حقيقي. المشكلة التانية ان في ناس لما بيشوفوا المنتجات اللي عليها خصومات بيشتروها حتى لو هما مش محتاجينها. المشكلة التالتة الجمارك. المشكلة دي بتواجهك لما تيجي تحاول تشتري من مواقع من بره زي امازون او علي اكسبريس، وانت بتكون لقيت خصم فعلا ممكن يكون حقيقي وبيكون حلو جدا والسعر اقل من اللي في مصر بكتير، وتطلبها لمصر وتيجي تتفاجئ وقت ما تستلمها ان في جمارك عليها ممكن تكون اعلى من سعرها اصلا. ففي الغالب لو انت لقيت اعلى من سعرها اصلا انت ممكن تسيب المنتج وتمشي، يعني مش تستلمه. طب ايه حلول المشاكل دي؟ حل المشكلة الاولى اللي هي الخصومات الوهمية. تقدر تحل المشكلة دي عن طريق مواقع موجودة دلوقتي بالفعل، اللي هو يشوف لك سعر المنتج اصلا كان كام وبقى كام. يعني مثلا في موقع اسمه كان بكام، وبيديك رسم زي اللي ظاهر ده. ولو الموقع شاف الخصم حقيقي بيقولك السعر الحالي جيد او جيد جدا زي الترايبود ده. ولو الموقع شاف ان الخصم ده مش حقيقي بيقولك السعر الحالي غير جيد زي الرينج لايت ده. وفي ابلكيشن تاني اسمه هاني، ده فيه برضو اضافة لجوجل كروم، وده بقى بيراقب المنتج. حل المشكلة التانية اللي هي انك تشتري الحاجات اللي انت مش محتاجها. تقدر تحل المشكلة دي عن طريق انك تعمل قائمة بالحاجات اللي انت عايز تشتريها حتى لو بتشتري اونلاين. وبرضه ممكن تسأل نفسك هل الحاجة دي انت محتاجها دلوقتي ولا لا، ولو اجابتك تبقى لا يبقى انت تقدر تركنها وتشتريها بعدين، الخصومات ما بتخلصش، ممكن تشتريها في البلاك فرايداي الجاي حتى، يعني عادي. حل المشكلة التالتة الجمارك. ممكن لو انت عندك حد صاحبك او قريبك في امريكا ممكن تشحن المنتج اللي انت شاريه ده على عنوانه وهو يجيبهولك وهو راجع. نصايح هتحتاجها في البلاك فرايداي: رقم 1 اشتري المنتجات اللي انت عايزها من مواقع معروفة زي امازون وعلي اكسبريس. رقم 2 ارخص الاجهزة مش دايما حلوة، في ناس بيلاقوا اجهزة عليها خصومات كبيرة فبيشتروها على طول من غير ما يبصوا لجودة المنتج، واول ما يجي يفتحوا المنتج في البيت مثلا ولا حاجة يلاقوا جودة المنتج رديئة او المنتج فيه اخطاء، وغير كده ممكن بعد مدة صغيرة تحتاج تجيب واحد جديد. 3 بلاش تتسرع في شراء اي منتج الا لما تقارن السعر. ازاي تبقى بامان وانت بتشتري اونلاين؟ لما تعوز تشتري اي منتج اكتب اسم الموقع اللي انت عايز تشتري منه بنفسك، مش تضغط على اي رابط حد يبعتهولك. رقم 2 استخدم كلمة سر صعبة وتأكد من تحديثها بانتظام. رقم 3 بلاش تستعمل جهاز اي حد غيرك لو هتستعمل الفيزا في الشراء. رقم 4 اتأكد من ربط الفيزا بالموبايل بتاعك عشان لو اي فلوس اتسحبت من حسابك ومش انت اللي سحبتها تجيلك رسالة بسرعة تعرفك عشان تلحق نفسك في اسرع وقت ممكن. بس ده كان فيديو النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب، تضغطوا على زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ما تنسوش تتابعونا على كل وسائل التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا. بس سلام.